اليوم غادي نهضروا على مشروع كان ممكن يبدل وجه السياحة في الرباط، ولكن للأسف توقف قبل ما يبدا. كنهضروا على صفقة القيمة ديالها قرابة 23 مليون درهم. الهدف ديالها هو اقتناء وصيانة جوج حافلات برمائيتين، حافلات كتمشي في الطريق بحال أي طوبيس، ومن بعد كتهبط للنهر ديال أبي رقراق وكتولي بحال الباطو. الفكرة كانت قوية وقوية بزاف. الرباط كانت غادي تولي أول مدينة في المغرب وفي أفريقيا كتستعمل هذا النوع ديال النقل السياحي، جولات برية ومائية في نفس الوقت. يعني تجربة سياحية جديدة وصورة عالمية للعاصمة وقيمة مضافة حقيقية. ولكن فين المشكل وشنو طرا بالضبط؟ طلب عروض تفتح، دخلت شركة واحدة فقط للمنافسة، وفي مرحلة دراسة الملفات التقنية والإدارية تقصت هذه الشركة، والنتيجة كانت واضحة: إلغاء الصفقة بالكامل. لا حافلات، لا مشروع، لا تجربة جديدة. ودابا كيبقى السؤال اللي كيطرح نفسه بزاف: واش المشكل في الشركة، ولا في الشروط اللي تحسطات من الأساس، ولا في طريقة تدبير المشروع من الأصل؟ حيت ملي كتعلن على مشروع بهذا الحجم وبهذه القيمة المالية الكبيرة وكتلقى غير متنافس واحد، راه خاصك توقف وتراجع راسك. الرباط مدينة عندها تاريخ وعندها موقع وعندها إمكانيات سياحية كبيرة، ولكن السياحة ما كتطلعش غير بالتصاميم وبالبلاغات، كتطلع بالتنفيذ وبالواقعية وبجلب مستثمرين قادرين ينجحوا المشاريع. اليوم هذا المشروع توقف، ولكن الرسالة واضحة: لا بغينا عاصمة عالمية فعلا، خاص الأفكار الجريئة يمشيو مع تخطيط ذكي وتنفيذ محكم. حيت المشاريع اللي كتوقف في طلب العروض كتزيد غير في الإحباطات وما كتزيدش في الجاذبية. السلام عليكم.